اخوان السلام عليكم. شحال من واحد كيتسائل واش انا دابا حاليا كنشد 7000 ولا 8000 درهم ولا 10000 درهم ولا كاين اللي كيشد 30000 درهم ولا 40000 درهم. فاش غادي نوصل ل 60 سنه غادي نولي كنشد 4200 درهم و4200 درهم ماشي نت بروت، مازال غادي تحيد لنا اقتطاعات. كيفاش غندير؟ شحال من واحد دابا لحد الان كيشوف راسو بانه من بعد التقاعد مازال عنده الكريديات يبدا يخلصهم، مازال الدراري ممكن انهم عاد غيدخلوا للدراسه الجامعيه، عاد غيبدا المصروف وغنشد انا 4000 درهم. هنا الاخوان كنهضروا على التقاعد ديال الناس اللي خدامين ومنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي لا سي ان اس اس، يعني عندهم التقاعد غادي يجيهم من لا سي ان اس اس. كيف ما كنعرفوا انه اعلى مبلغ ديال التقاعد يقدر يجيك في السي ان اس اس هو 4200 درهم، 70% من اعلى صالير اللي هو 6000 درهم. فالناس كتفكر، كاين اللي كيفكر يدير شي مشروع، كاين اللي كيفكر يدير هادي، كل واحد يفكر. من بين الحوايج اللي كاينين ومعروفين ومتداولين باش ان الناس كيرفعوا من الدخل ديالهم من وراء التقاعد هو الصناديق اللي كتعطيك واحد التقاعد تكميلي. من بين هاد الصناديق هادي كاينه السي ام ار، ماشي لا سي ام ار، لا سي اي ام ار. داكور مزيان. هاد الصندوق هذا تيخول لك على انه تاخذ واحد التقاعد اللي هو تكميلي غير محدد، بمعنى انه تقدر هذيك التقاعد ديال السيمير تجيك 4000 درهم، تقدر تجيك 8000 درهم زايد على ديك 4000 درهم ديال السي ان اس اس، هذه بوحدها 10000 درهم، 15000 درهم، 20000 درهم وانت طالع للفوق. كل حاجه عندها علاقه بشحال انت كنتي كتحط في داك الصندوق وشحال المده اللي حطيتي وشحال كان في السن ديالك. انا نوضح معكم هذا الشيء هذا باش ما يبقى عندكم حتى شي تساؤل يعني في التقاعد التكميلي في السيمير. خاصنا نعرفوا انه فاش كتكون كدير داك التقاعد التكميلي انت كتشري واحد لي بوين، واحد النقاط. هادوك النقاط كلما كان السن ديالك صغير كلما كانت النقطه الثمن ديالها رخيص، كل ما كبرتي وزدتي في السن كل ما الثمن ديال النقطه تيولي غالي. حاجه اللي هي بديهيه ومنطقيه. ما يمكنش نجي واحد السيد اللي كان تيخلص فاش كان صحيح وكان صغير من 30 سنه ل 40 سنه اللي هي 10 سنوات نعطيوها نفس القيمه ديال واحد السيد اللي شاف راسو قرب للتقاعد وصل ل 40 سنه وكوتيزا من 40 سنه ل 50 سنه. مول من 30 ل 40 عنده القيمه اكثر من مول 40 ل 50، وهذاك عنده القيمه اكثر من مول 50 ل 60. تلهنا مزيان. اول نقطه الاخوان خاصنا نعرفوا هو انه في السيمير ممكن تاخذ التقاعد ديالك على 50 سنه، ممكن تاخذ التقاعد ديالك على 55 سنه، ممكن تاخذ التقاعد ديالك على 60 سنه، وإلا بغيتي حتى من اكثر. الا كنتي اخويا كتشوف راسك بانه في 60 سنه انت باقي تزيد تعيش، اولا كل واحد التفكير ديالو. ممكن نعطيكم انا غير هادشي اللي كاين، اما القناعات ديال الانسان والتصرفات ديال الانسان هذاك الشيء كل واحد حر في القناعات ديالو. ممكن انت 65 سنه عاد التقاعد، كل واحد يدير اللي بغا، كاين حتى مشكل. هاد التقاعد هذا الاخوان خاصنا نعرفوا بانه فيه جوج ديال الاصناف. تقاعد السيمير فيه جوج الاصناف. كاين الصنف الاول شنو هو انه انا سيدي شحال جاتني في هذا التقاعد هذا؟ جاتني فيه 5000 درهم، انا بغيت نبقى ناخذ 5000 درهم حتى يدموا الامان امانته. هذا التقاعد الاول او النوع الاول كيتسمى بونسيون ولا روتريت سون كابيتال، يعني تقاعد بلا راس المال. كاين التقاعد الثاني شنو هو روتريت افيك كابيتال، يعني تقاعد مع راس المال. ها كنوضحوا الامور وكنستعملوا جميع الكلمات اللي يفهمها اي واحد. بمعنى انه انا سيدي هذيك ال 5000 درهم ما قدانيش انايا كشهريه، وشنو بغيتي؟ انا بغيت فلوس، ما كاين حتى مشكل. كنقبطوا هذيك ال 5000 درهم سيدي ونقسموا لك على جوج. عوض ما تاخذ 5000 درهم في الشهر غادي تولي تاخذ 2500 درهم. هذيك 2500 درهم الاخرى غادي نحولوها لراس المال. بمعنى انه في المثال مثلا ديال السيد اللي جاتو في التقاعد 5000 درهم غادي نعطيوه 2500 درهم، و2500 درهم اخرى غادي نضربوها في تقريبا في 131%. كاين اللي عنده مثلا واحد المشروع باغي يديرو، كاين اللي باغي يشري بقعه ارضيه، كاين اللي باغي يدير يشري شي ارض يدير فيها الفلاحه، وكاين اللي باغي عنده ولادو خصو الملايين. 5000 درهم ما خداماش ليه، خصو دابا 10 المليون. وكاين 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 وكاين. هادو جوج ديال الانواع. بين قوسين الاخوان الا كان شي واحد ما عندوش واحد الغرض اساسي من دوك الفلوس
من الاحسن ياخذ التقاعد ديالو العادي، من الاحسن ما ياخذش داك الكابيتال، ما ياخذش داك راس المال، لان غادي يمشي يخسر من هنا، نبدل هنا، نسافر هنايا، نمشي ندير هادي ندير هادي ندير هادي، مشى وعوض ما كنت تشد 5000 درهم تمشي تشد 2500 درهم. حتى هنا مزيان. دابا غادي نجيو ونشوفوا كيفاش ندير نعرف الحاله ديالي انا. الا كنت واحد السيد اللي خدام في واحد الشركه والشركه منخرطه مع هذا الصندوق هذا وكتساهم معايا فيه، او الا كنت واحد الانسان اللي انا خدام بوحدي وبغيت ندخل لهذا الصندوق هذا. جوج ديال الحالات غنشوفوهم. نبداو بالحاله الاولى. انا واحد الانسان مستخدم سالاري خدام في واحد الشركه ومنخرط في هذا الصندوق هذا. فاول حاجه خاصني نعرف شحال انا منخرط. الانخراطات كيبداو من 3%، كاين اللي منخرط ب 3%، كاين اللي منخرط ب 6% وانت طالع للفوق، ولكن اغلبيه ديال المستخدمين ما بين 3% و 6%. فاش نقولوا 3% راه انت كتخلص 3% والشركه كتخلص عليك 4.5% تقريبا. المهم الارقام ما ديرش عليها بالضبط، ولكن المضمون راه هو هذا. الا كنتي انت كتخلص 6% فالشركه كتخلص عليك تقريبا 7.5%. حتى لهنا مزيان. دابا انا كيفاش غادي ندير نعرف راسي شحال عندي ديال النقاط؟ انا دابا في حاليا عندي 40 سنه، من هنا ل 50 سنه انا ما بغيتش نبقى خدام، بغيت نخرج تقاعد صافي. 50 سنه الله يجعل شي بركه، شحال غتجيني؟ وانا هذاك الشيء اللي غيجيني ممكن يكون مسلكني، ممكن ما يكونش مسلكني. بغيت اسيدي انا الا كنت من هنا ل 50 سنه غادي تجيني 10000 درهم نخرج، باش نعرف شحال غيجيني، واش غتجيني 10000 درهم. انا بغيت 15000 درهم كي ندير لها كلشي غادي نشوفو في هذا الفيديو هذه. اول حاجه الاخوان باش تعرف هاد لي ديتاي هادو، باش تعرف الشركه اللي انت خدامه فيها شحال خلصت عليك، باش تعرف الشركات القدام اللي كنتي خدام فيهم هذه 10 سنين و15 عام واش خلصوا عليك ولا ما خلصوش عليك. خاصك تدخل لا بلاتفورم او لا هذاك الرابط ديال سيمير.a. فاش غتدخل ليه غادي يخصوك جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى هو الرقم التعريفي ديالك ليدونتيفيون. هذاك ليدونتيفيون اما غادي تطلبوا للشركه ديالك، اما الا كانت تجيك لا فيش دو بي الورقه ديال الخلاص ديالك راه فيها النيميرو ديال السيمير. المساله الثانيه اللي خاصك الرقم السري ولا المود باس. هذاك المود باس هو اللي عنده واحد المسطره باش انك تاخذه. ما تحاولش تعيط لهم في التليفون تقول لهم عطوني مود باس لان اليوم الضغط كبير وقليل فين غادي يجاوبوا. المسطره العاديه واللي غتاخذ فيها المود باس ديالك في 48 ساعه هي كالتالي. غادي دير واحد الايميل غتكتب فيه، الا بغيتي تكتب بالفرنساويه كتب بونجور، هذا مثال، بونجور ميرسي دو بيان فولوار me fournir مثلا mon mot de passe pour accéder à la plateforme مثلا. بالعربيه السلام عليكم، المرجو يعني المرجو ارسال لي الرقم الخاص بي للدخول او الرقم السري الخاص للولوج، او المرجو امدادي بالرقم السري للولوج الى المنصه الرقميه مثلا. غادي دير لا كارت ناسيونال ماشي كوبي بالتليفون، غتسكانيها وتحطها تما. غادي دير السميه والكنيه ديالك، النيميرو د لاكارت ديالك، النيميرو د السيمير ديالك، وتصيفط لمن لهاد لادريس اللي غنعطيكم salarié@cmr.a salarié SALARIE@cmr.a. غتصيفطوا لهم غالبا 48 ساعه كيجاوبوا. الا ما جاوبوكش راه غير شي ضغط ولا شي حاجه عاود صيفط الميل 24 48 ساعه ثاني اخرى يجاوبوك يعطوك المود باس. حتى لهنا مزيان. غتدخل لا بلاتفورم. اشنو غادي تلقى في هاد لا بلاتفورم هادي؟ غادي تلقى الاشتراكات ديالك من اول نهار اشتركتي معاهم، غتلقى العدد ديال النقاط ديالك، غتلقى شكون المشغلين اللي صرحوا بك، وغادي تلقى تما المبلغ اللي غادي تاخذو فاش غتوصل ل 60 سنه. هذاك المبلغ الاخوان ما تديوش عليه. علاش؟ لانه طريقه الحساب ديال داك المبلغ تحسبات على المداخيل اللي دخلتي نتايا. هذيك المداخيل ماشي بالضروري اللي غتكون كتدخل نتايا. مثلا انت العام اللي فات خديتي واحد البريم، واحد المكافاه، حتى هي كتحسب. وقيس على ذلك. يعني انا فاش نبغي نعرف شحال غيجيني في التقاعد غادي ندخل للسيمولاسيون. فاش غندخل للسيمولاسيون غادي نعمر المعلومات، غادي نعمر واش انا عندي كل عام مثلا شي زياده في الصالير، غادي نعمر فوقاش بغيت هاد التقاعد، واش في 50 ولا في 55 ولا 60. تما راه غادي تلقى واحد الخانه فيها انه الصالير ديالك كل عام كيتزاد ب 4%. الا كانت هاد القضيه اللي انت عندك الصالير كيبقى فيكس حيد الكوشي ديالها. وغادي نجيو نديرو ان شاء الله راح فيديو غادي نوريكم هادشي هذا بالديتاي. الا كنتو بغيتو فيديو بالديتاي ندخلوك كاملين ونكتشفوا خليو لي في كومونتير. فاش غادي تدخل
غادي تبرك وغادي يعطيك من دابا هذاك التاريخ اللي حددتي شحال غادي يجيك في التقاعد. غادي يخرج لك وحده النات ووحده البرود. انت غادي تشوف هذيك النات وغادي يبان لك ها شحال سون كابيتال، يعني بلا راس المال شحال غادي يجيك شهريا، ها افيك كابيتال شحال غادي يجيك شهريا، وشحال غادي تجيك ديال الفلوس. بالنسبه للناس اللي ما خدامينش في شركه، انت واحد الانسان خدام بوحدك وبغيتي دير هذا التقاعد التكميلي هذا، كتمشي لاجونس ديال لاسيمير او لا شي يعني على حساب انت في المدينه، غتسول على السيمير فين كاينه، غتمشي عندهم يقدروا يستقبلوك، يقدروا يعطوك موعد ماشي مشكل. فاش تدخل عندهم غتقول لهم اودي ها انا شنو بغيت نساهم في هذا الصندوق هذا. تما انا النصيحه اللي نعطيك هو انه فاش تمشي لعندهم قول لهم اودي الله يعطيكم الخير انا بغيت سيمولاسيون، يعني ما عرفتش شنو هي السيمولاسيون، وقيلا هي محاكاه يمكن كنظن. من هنا ل 50 سنه انا بغيت نجي ندخل مثلا نكون في المدخول ديالي 7000 درهم. هو تما غادي يعطيك شحال انت غتخلص في الشهر باش غادي يوصلك لذاك التقاعد انت اللي بغيتي. ما عرفتش الفكره وصلت ولا لا، المهم نحاول نبسطها بواحد الطريقه. بين قوسين الاخوان، بين قوسين الناس اللي مساهمين في هذا الصندوق هذا وبغاو ياخذوا فلوسهم في هذه المساله هذه ما بقاتش. كنظن واقيلا اخر اجل اللي كانت دار واقيلا واش 2012، كنظن 2013 2014 ما بقيتش عارف بالضبط، داروا واحد الاجل الناس اللي باغا تاخذ فلوسها ما بغاتش تبقى في الشركه. اما الناس اللي في الشركه ما بقاش عندهم الحق على انهم ياخذوا فلوسهم، خاصك تبقى على الاقل حتى ل 50 سنه عاد باش غادي دوز لهذوك الجوج اللي قلنا افيك كابيتال ولا سون كابيتال، براس المال ولا بلا راس المال. فالاخوان شحال من واحد فاش غادي يدخل لهذا الصندوق هذا من هاد الناس اللي قلنا حنا بوحدهم تابعين للشركات او حتى اللي تابعين للشركات، غادي يكون عنده مثلا واحد الحصيصه محطوطه. هو مثلا عنده واحد 10 مليون عنده في الكونت ديالو، عنده واحد 15 مليون، عنده 20 مليون غير محطوطه. اذا كانت غير محطوطه وكتشوف انت بانه التقاعد قريب، والاخوان بين قوسين السنوات راه كدوز دغيا، راه الانسان كتكون في عمره 30 سنه كيديرها كيلقى 40 سنه 45 سنه عاد كينوض كيتجارى، كيولي تقام عليه البوان غالي، النقطه كتولي غاليه. فممكن انك هذيك 15 مليون ولا 10 مليون ولا 5 مليون ولا 4 مليون اللي عندك تمشي وتحطها لهم وتشري بها النقاط وديماري بحال الا واحد 50 و 60 وانت خدام. انا عاوتاني الاخوان نعطيكم ما امكن من المعلومات. اذا كانت الاخوان عندكم شي تساؤلات ولا اخرى خليها لي في الكومونتير، ولا بغيتو فيديو نديروها مفصله وندخلوا لا بلاتفورم ونشوفوا الامور كلها مجموعه راه نديروها. تبارك الله عليكم، الله يسخر الامور وحافظنا الله حفظكم. تبارك الله عليكم، السلام عليكم.